انتوا عارفين ان انا كل مرة ببدأ طريق كبير قوي في التغيير، لكن فجأة برجع لنفس العادات القديمة. شفت الاحباط ده طبيعي، بس الاهم ان انا ارجع اقوى من الاول. في رحلتنا لاعادة برمجة حياتنا طبيعي جدا تقابلنا انتكاسات، لكن المشكلة مش في الوقوع، المشكلة هنا في الاستسلام. النهاردة هنتكلم عن ازاي نتعامل مع الانتكاسات وازاي نستخدمها كفرصة للرجوع واحنا اقوى. طيب هي ليه بتحصل؟ احنا ممكن نقول ان هي بتحصل بسبب 4 حاجات، لان اصلا التغيير مش خط مستقيم، هيكون فيه صعود وهبوط، جزء طبيعي من الرحلة. الضغط والارهاق، دايما بنحاول نغير كل حاجة بسرعة فبنلاقي نفسنا مرهقين وتعبانين. المحفزات القديمة، بيئتك لسه مليانة بعوامل تشجيع العادة القديمة هتلاقي نفسك بترجع بسهولة. رابع حاجة جلد الذات، لما بنغلط بنلاقي نفسنا بنقسى عليها بدل ما نستخدم الغلط كدرس. حلو، ازاي بقى اتعامل مع الانتكاسات واستغلها لصالحي؟ هنفهم ان الانتكاسة مش فشل، هي مجرد عقبة في الطريق لكنها مش النهاية. اسأل نفسي ايه اللي خلاني ارجع للعادات القديمة؟ هل محفز؟ هل ضغط؟ هل ملل؟ هنجرب نعدل الخطة، والطريقة اللي كنا ماشيين بيها متعبة هنحاول ان احنا نبدلها بدل ما نوقفها تماما. مش هنقعد كل ما نقع نلوم نفسنا، احنا هناخد نفس عميق وهنقوم نكمل، وهنبعد كلنا عن المحفزات السلبية وهنقرب من الناس اللي بتدعمنا وبتقوينا. التغيير رحلة، والانتكاسات مش معناها انك فشلت، بالعكس دي فرصة انك تتعلم وتطلع اقوى. لو عايز تعرف ازاي تحافظ على العادات الجديدة على المدى الطويل فده اللي هنتكلم عنه الفيديو الجاي. وما تنسوش تقولولي في الكومنت ازاي بتتعاملوا مع الانتكاسات. وخطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.